السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاب نكمل الفيديو الثاني حول الجدار الذي طرحته بين الجزائر ومحمية اليهود مراكش. أنا لما اقترحت هذاك الجدار لم أشترط أن يكون بالإسمنت المسلح. أنا اقترحت أننا واش نديرو شباك شائك، ومن بعد نديرو مسافة، نديرو خندق، ومن بعد نديرو شباك شائك، ومن بعد نديرو طريق، يعني بيس، معليش تكون طريق هكا مع بيس، ومن بعد نديرو هذوك الأبراج. وكاين اللي لما أنا اقترحت الفكرة عند المؤسسة العسكرية بدات الفكرة تنتشر. كاين اللي قالك ديرو حيط، لكن جدار يكلف شوية، بصح هذاك الباربوري هذاك السلك الشائك ما يكلفش. واقترحت حتى أننا نديرو ألغام مضادة للأفراد ما بين كيما حنا نقولو نديرو شباك، ومن بعد طرونشي، ومن بعد شباك، ومن بعد ألغام مضادة للأفراد، ومن بعد شباك، ومن بعد طريق، ونديرو الأبراج. وكما قلت لكم راني شرحت لكم في الفيديو الأول كيفاش نديرو الثكنات. كذلك اقترحت أن يكون هناك مشروع تابع للمؤسسة العسكرية مرافق لهذا المشروع، ألا وهو مشروع فلاحي. يعني المؤسسة العسكرية تدير مستثمرات فلاحية، ومرافقة لهذه المستثمرات الفلاحية تدير مصانع تحويلية. نعطيكم مثال، قادرة تدير مثلا مستثمرات فلاحية على طول الحدود لإنتاج الحبوب، وفي نفس الوقت تدير كما احنا نقولوا أماكن للتخزين، وتدير مصانع لصناعة الفارينة والسميد خاص بالمؤسسة العسكرية، وتدير ماركة خاصة بالمؤسسة العسكرية. مثلا قادر تسميها مثلا دقيق الشهيد، دقيق سليل، هكا حاجة كيما هكا. وفي نفس الوقت تدير مستثمرات لإنتاج اللحوم البيضاء، الدجاج والخضر واللحوم الحمراء والحليب، وتدير مصانع مرافقة لها.